السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب تانية ثانوي. النهاردة جايين نتكلم عن آخر محاضرة في الدرس الثالث اللي هي محاضرة الامتصاص. افتكر معانا كده المرة اللي فاتت خدنا الهضم في المعدة والهضم في الأمعاء الدقيقة. المرة اللي فاتت في الأمعاء الدقيقة حولنا الكربوهيدرات إلى سكريات أحادية، ساعة ما خدنا اللاكتيز والسكريز والمالتيز حولناها لسكريات أحادية، وحولنا الليبيدات إلى أحماض دهنية وجليسرين، أيوة يا دكتور بإنزيم اللييز، وحولنا البروتينات إلى أحماض أمينية. ونبقى يا دكتور كده خليني كده بس معاك على الخط، هو احنا ليه يا دكتور حولنا الكربوهيدرات لسكريات أحادية؟ ليه كسرنا المواد دي؟ قال لك احنا كسرنا المواد دي في عملية الهضم عشان جسم الإنسان يقدر إن هو يستفيد منها. فدلوقتي يا شباب عندي في الأمعاء الدقيقة موجود سكريات أحادية، موجود أحماض دهنية وجليسرين، وموجود كمان أحماض أمينية، بالإضافة إلى مية، يعني لما بتشرب مية المية بتنزل لغاية الأمعاء الدقيقة، بالإضافة كمان إلى أملاح معدنية زي الحديد والبوتاسيوم والصوديوم، بالإضافة كمان إلى فيتامينات. طب يا دكتور المرة اللي فاتت احنا ولا اتكلمنا عن المية ولا عن الأملاح المعدنية والفيتامينات؟ لأن يا شباب المية والأملاح المعدنية والفيتامينات هو كده كده غذاء مهضوم، هو كده كده غذاء الجسم بيقدر يستفيد منه، فمش محتاجين إن احنا نعمل له عملية هضم، عشان كده ما اتكلمناش عن المواد دي في عملية الهضم. يبقى دلوقتي يا شباب المهم إن احنا عندنا دلوقتي في الأمعاء الدقيقة المواد الغذائية دي اللي هي السكريات الأحادية والأحماض الدهنية والجليسرين والأحماض الأمينية والمية والأملاح المعدنية والفيتامينات. عايزين دلوقتي نستفيد من المواد دي، يعني دلوقتي عايز اودي سكريات احاديه، يعني عاوز اودي سكر جلوكوز لخليه في دراع اليمين او خليه في رجل اليمين، هوديها ازاي؟ قال لك هتوديها عن طريق عربيه النقل بتاعه الجسم. الدم يا شباب هو عربيه النقل بتاعه الجسم، الدم هياخد السكريات الاحاديه ويوزعها في الجسم كله، هياخد الاحماض الدهنيه ويوزعها في الجسم كله، هياخد الاحماض الامينيه والميه والاملاح المعدنيه والفيتامينات ويوزعها في الجسم كله. يبقى احنا دلوقتي يا شباب محتاجين ان احنا ناخد المواد الغذائيه الموجوده في الامعاء الدقيقه ونوديها للدم. ليه؟ عشان الجسم يقدر ان هو يستفاد من المواد دي. يبقى انا محتاج دلوقتي المواد الغذائيه اللي هي المواد دي اللي هي السكريات الاحاديه والاحماض الدهنيه والكلام دوت يروح للدم. ليه يا دكتور؟ عشان الدم يبدا ان هو يوزعها على الخلايا الموجوده في الجسم. والعمليه دي يا شباب اللي هي عبور المواد الغذائيه، عبور المواد الغذائيه دي من الامعاء الدقيقه الى الدم بنقول عليها عمليه الامتصاص. يبقى يا دكتور عمليه الامتصاص؟ هتقول لي والله عمليه الامتصاص هي مرور المواد الغذائيه اللي هي المواد دي من الامعاء الدقيقه الى الدم، هي دي يا شباب عمليه الامتصاص. طب يا دكتور ازاي الامعاء الدقيقه بتقدر تودي المواد الغذائيه من الامعاء الدقيقه الى الدم؟ يعني ازاي نقلتها من الامعاء الدقيقه الى الدم؟ قال لك يا سيدي لما جينا ناخد كده حته من الامعاء الدقيقه ونكبرها تحت الميكروسكوب لقينا الامعاء الدقيقه يا شباب الجدار الداخلي للامعاء الدقيقه بيتكون من مجموعه من الانسناءات. مجموعه من ايه؟ مجموعه من الانسناءات سميناها الخملات. يبقى لما جينا نشوف الجدار الداخلي للامعاء الدقيقه لقيناها بتتكون من مجموعه من الانسناءات سميناها الخملات. وعايز اقول لك يا شباب هي ليه اصلا اتعملت مجموعه من الانسناءات؟ ليه مثلا مش عملناها خط مستقيم؟ قال لك اتعملت مجموعه من الانسناءات عشان تزود من مساحه السطح. لا يا دكتور والله العظيم ما فاهم يعني ايه تزود من مساحه السطح. صلي بينا على رسول الله. لو احنا كده جينا ناخد الانسناءات دي ونفردها هنلاقيها مثلا حوالي 30 سم. يعني مثلا هات الانسناء كده وافرده وقيسه هتلاقي حوالي مثلا 30 سم، لكن لو جينا نشوف مثلا الخط المستقيم هتلاقيه حوالي 10 سم. يبقى الانسناءات دي يا شباب عملت ايه؟ والله الانسناءات دي يا دكتور زودت من مساحه السطح. ما انا لو جيت افردها كده هلاقي مساحتها كبيره، فالانسناءات دي يا شباب زودت من مساحه السطح. يبقى الانسناءات اللي هو الخملات ليه مجموعه من الانسناءات عشان تزود من مساحه السطح. طب انا عايز واحد بقى عدى على الكيمياء في ثانويه عامه يقول لي هو لما تزداد مساحه السطح في الامعاء الدقيقه ايه اللي هيحصل؟ والله يا دكتور لما تزداد مساحة السطح المعرضة لامتصاص المواد الغذائية هيزداد كفاءة امتصاص المواد الغذائية. صلى على رسول الله. مش المواد الغذائية دلوقتي موجودة في المكان ده؟ موجودة في المكان ده بتعدي على ده على ده على ده على ده على ده. فدلوقتي لما مساحة السطح المعرضة لامتصاص المواد الغذائية تزداد بالتالي هيزداد كفاءة امتصاص المواد الغذائية. لو احنا جبنا خملة كده يا شباب وكبرناها تحت الميكروسكوب هنلاقي الخملة بتتكون من طبقة طلائية.
ليه يا دكتور سميناها طبقه طلائيه؟ مش انت لما بتيجي تدهن الحيطه بتقول عليه طلاء؟ الدهان اللي احنا بندهن بالحيطه بنقول عليه طلاء. طب بنقول عليه طلاء ليه؟ عشان بنطلو بالحيطه، صح؟ نفس الموضوع، قلنا على دي طبقه طلائيه لان احنا بنطلي بيها الخمله، فقلنا عليها طبقه طلائيه. ايه تاني يا دكتور؟ لقينا هنا يا شباب شعيرات دمويه، لقينا مجموعه من الشعيرات الدمويه. انا عايزك تفتكر حاجه، هو انا يا دكتور الخملات دي كانت بتعمل ايه؟ الخملات دي يا شباب كانت بتوصل المواد الغذائيه دي الى الدم اللي هي عمليه الامتصاص. يبقى الخملات دي كانت بتعمل عمليه الامتصاص. ايه يا دكتور عمليه الامتصاص؟ اللي هي تودي المواد الغذائيه دي الى الدم. فدلوقتي يا شباب انا من فوق الخمله هنا موجود هنا احماض امينيه، موجود هنا سكريات احاديه، موجود احماض دهنيه، موجود ميه، موجود فيتامينات، وموجود كمان املاح معدنيه. ازاي يا دكتور هقدر اوصل المواد دي الى الشعيرات الدمويه؟ قال لك والله هنوصلها بخاصيه الانتشار. لا يا دكتور مش فاهم ازاي هنوصلها بخاصيه الانتشار. صلي على رسول الله. تخيل هنا مثلا انا عندي 10 احماض امينيه، وهنا مثلا عندي 5 احماض امينيه، فبخاصيه الانتشار هتبدا الاحماض الامينيه تنتقل من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل، يعني هتنتقل من داخل الخمله الى الشعيرات الدمويه. وادام قدرت ان انا اوصل المركبات الغذائيه من داخل الخمله الى الشعيرات الدمويه، يبقى انا كده عملت عمليه الامتصاص، وكده الخمله بالنسبه لي عملت امتصاص للمواد الغذائيه. وايه تاني يا دكتور؟ قال لك ممكن بخاصيه تانيه اسمها خاصيه النقل النشط. انت بتهزر؟ انت بتجيب الحاجه وعكسها؟ لا يا عم مش بجيب الحاجه وعكسها. بص يا سيدي، الانسان يا شباب بيلعب بفكره فوز فوز، اللي هو ما يخسرش حاجه. يعني تخيل مثلا هنا الانسان مثلا هنا فيه هنا 5 سكريات احاديه، 5 ايه؟ سكريات احاديه، وعندي مثلا داخل الشعيرات الدمويه 20 سكر احادي. ماشي؟ عندي هنا 5 سكريات احاديه وعندي هنا 20 سكر احادي. الانسان او جسم الانسان عايز ياخد كل السكريات الاحاديه اللي داخل الخمله، عايز يكسب السكريات الاحاديه كلها، مش عايز يسيب سكر احادي واحد ينزل او نخسر او نخسره يعني في البراز او في الاخراج. فهيعمل ايه؟ هيبدا ان هو يجيب ال5 سكريات احاديه لل20 سكر احادي بخاصيه اسمها خاصيه النقل النشط. مش احنا خاصيه النقل النشط كانت من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى؟ فهي حتى لو عنده 5 سكريات احاديه عايز ان هو ياخدهم، فبالتالي هياخدهم بخاصيه النقل النشط. يبقى احنا يا شباب المواد الغذائيه دي بتنتقل من الخمله الى الشعيرات الدمويه عن طريق ايه؟ يا اما بخاصيه الانتشار يا اما بخاصيه النقل النشط. خاصيه الانتشار امتى؟ لما يكون التركيز داخل الخمله اعلى من التركيز داخل الشعيرات الدمويه. طب يا دكتور خاصيه النقل النشط امتى؟ لما يكون التركيز داخل الخمله اقل من الشعيرات الدمويه. وافتكر معايا كده ان عمليه النقل النشط محتاجه اي تي بي، والاي تي بي محتاج جلوكوز، والجلوكوز بيتاكسد داخل الميتوكوندريا. خليك رابط الدنيا كلها ببعض. طب ايه يا دكتور المواد الغذائيه اللي بتمشي داخل الدم؟ والله يا ابني المواد الغذائيه كلها بتمشي داخل الدم. مش انا بقول لك عمليه الامتصاص هي عمليه انتقال المواد الغذائيه من الامعاء الدقيقه الى الدم؟ هو المواد الغذائيه كلها هتمشي في الدم. زي مين يا دكتور؟ زي السكريات الاحاديه. برافو عليك، مليني كده، سكريات احاديه. زي مين يا دكتور؟ زي الاحماض الامينيه. زي مين تاني يا دكتور؟ زي الاملاح المعدنيه، زي الميه وزي الاملاح المعدنيه. زي مين تاني يا دكتور؟ زي الفيتامين اللي بتدوب في الميه، اللي هي فيتامين بي وسي، اللي هي الفيتامينات اللي بتدوب في الميه. ده كله بيمشي داخل الدم. يا دكتور احنا نسينا الاحماض الدهنيه والجليسرين ونسينا الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، انت وديتهم فين؟ قال لك يا سيدي ان الاحماض الدهنيه دي ما تنفعش انها تمشي في الاوعيه الدمويه. ليه يا دكتور ما ينفعش انها تمشي في الاوعيه الدمويه؟ قال لك لان الاحماض الدهنيه ما بتدوبش في الدم، فبالتالي لو مشيت داخل الشعيرات الدمويه الصغيره ممكن تسدها. فمن حكمه ربنا ان هو بيمشي الاحماض الدهنيه من حاجه اسمه وعاء لمفاوي. وعاء اسمه ايه؟ وعاء لمفاوي او وعاء لبني. فبالتالي يا شباب مش كل حاجه هتمشي في الدم، اغلب المواد هتمشي في الدم ما عدا مين؟ ما عدا الاحماض الدهنيه والجليسرين. ليه؟ عشان هم اصلا مش بيدوبوا في الدم. يبقى مين اللي هيمشي في الليمف؟ هتقول لي والله الاحماض الدهنيه زائد الجليسرين وكمان الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون اللي هي كده، صح كده؟ دي كده هيمشوا في الليمف. يبقى واحده واحده كده ركز معايا.
والله يا دكتور احنا عشان نعمل عمليه الامتصاص محتاجين ان احنا نمتص المواد يا اما بالانتشار يا اما بالنقل النشط. طيب المواد دي يا شباب هتمشي عن طريق ايه؟ والله هتقول لي والله يا دكتور كل المواد هتمشي عن طريق الدم، لكن الا حاجه واحده بس اللي هي الاحماض الدهنيه. طب ليه يا دكتور الاحماض الدهنيه مش هتمشي خلال الدم؟ هتقول لي لان الاحماض الدهنيه ما بتدوبش في الدم، فبالتالي انها ممكن تسد الاوعيه الدمويه، فمن حكمه ربنا ان هو مشاها فين؟ مشاها في وعاء اسمه الوعاء الليمفاوي او وعاء لبني، ماشيه فيها الاحماض الدهنيه والجليسرين والفيتامينات اللي بتدوب في الدهون اللي هي كده. يبقى احنا يا شباب قلنا عمليه الامتصاص دي بتتم فين؟ هتقولي والله يا دكتور بتتم داخل الخمله. طب الخمله فيها ايه عشان تعمل عمليه الامتصاص؟ هتقولي والله يا دكتور الخمله فيها مجموعه من الشعيرات الدمويه وفيها كمان وعاء لمفاوي. ايوه الشعيرات الدمويه دي يا شباب بينتقل اليها المواد الغذائيه يا اما بالانتشار يا اما بالنقل النشط على حسب التركيزات. طيب الدم يا دكتور بيمشي فيه ايه؟ هتقولي والله الدم بيمشي فيه كل حاجه ما عدا الاحماض الدهنيه والجليسرين والفيتامينات اللي بتدوب في الدهون. دول بيمشوا فين؟ دول بيمشوا في الطريق الليمفاوي. طب ليه يا دكتور مش مشوا في الطريق الدموي؟ هتقول لي عشان الاحماض الدهنيه ما بتدوبش في الدم. عايز اقول لك يا شباب كمان ان الخمله بتحتوي على مجموعه من الخميلات. المجموعه دي اللي عامله زي المقاومه دي اللي هي شويه الانثناءات دي اسمها الخميلات. بص دي كده اسمها الخميلات. طب ليه يا دكتور الخميلات دي موجوده؟ هتقول لي برضه عشان تزود من مساحه السطح، شويه حاجات كده عشان لما تيجي تقرا في الكتاب تكون عارفها. واحده واحده بقى تعالى نتكلم عن الطريق الدموي. يعني يا دكتور الدم ده اللي هو الشعيرات الدمويه دي بتودي على فين؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي. بص يا سيدي الطريق الدموي يا شباب بيبدا بالشعيرات الدمويه داخل الخمله اللي هي الشعيرات الدمويه دي. بالعقل كده لما هبدا بايه؟ هبدا بالشعيرات الدمويه داخل الخمله. مين اللي هيمتص اول واحد؟ هيمتص المواد الغذائيه. هتقولي والله يا دكتور الشعيرات الدمويه داخل الخمله. بعد كده الشعيرات الدمويه داخل الخمله هتودي للوريد البابي الكبدي. خلي بالك اسمه وريد بابي كبدي، خلي بالك باب. انا لو عايز اخش الشقه هخشها من الباب، فلو عايز اخش الكبد هخشه من الباب اللي هو هخشه من الوريد البابي الكبدي. فبالعقل كده الوريد البابي الكبدي هيودي على مين؟ هيودي على الكبد. مش انا باب الشقه هيودي على الشقه، فالوريد البابي الكبدي هيودي على الكبد. يبقى الوريد البابي الكبدي هيودي على الكبد. طب يا دكتور الكبد هيطلع مين؟ الكبد هيطلع على الوريد الكبدي. ايه يا دكتور وريد بابي كبدي ووريد كبدي؟ يالا انا قلت لك يالا وريد بابي كبدي. ما هو الشقه باب الشقه بيدخل على الشقه، فالوريد البابي الكبدي هيدخل على الكبد. بعد ما نخش على الكبد هيطلع منها ايه؟ هيطلع منها وريد كبدي، والوريد الوريد الكبدي بينهي بالوريد الاجوف السفلي. تعال نشوف الكلام ده على رسم. بص يا سيدي الشعيرات الدمويه يا شباب هتودي على وريد اسمه الوريد البابي الكبدي اللي هو الوريد اللي بنخش بيه الكبد. اسمه الوريد الايه؟ اسمه الوريد البابي الكبدي. بعد الوريد البابي الكبدي هنخش على ايه؟ على الكبد. الوريد بابي كبدي اللي هو باب الكبد هيودي على مين؟ هيودي على الكبد. بعد كده هنطلع من الكبد بوريد اسمه الوريد الكبدي، والوريد الكبدي ده هيروح يصب فين؟ هيروح يصب في الوريد الاجوف السفلي. يبقى احنا كده واحده واحده الطريق الدموي يبدا منين؟ والله يا دكتور الطريق الدموي بالعقل كده هيبدا منين؟ هيبدا من الشعيرات الدمويه داخل الخمله. ما انا اول حاجه بتعمل امتصاص للمواد الغذائيه هي الشعيرات الدمويه داخل الخمله. طيب الشعيرات الدمويه داخل الخمله هتودي على مين؟ هتودي على الوريد البابي الكبدي. طيب الوريد البابي الكبدي هيودي على مين؟ هيودي على الكبد. بعد كده نخش على الوريد الكبدي. بعد اخر حاجه نخش على الوريد الاجوف السفلي، هو اصلا موجود في القلب. طب ليه يا دكتور سميناه وريد اجوف سفلي؟ يعني ليه سميناه وريد عشان هو بيحمل الدم غير المؤكسج. ليه سميناه اجوف؟ عشان فاضي من جوه. ليه سميناه سفلي؟ عشان اكيد فيه علوي، فالوريد الاجوف العلوي تحته وريد اجوف سفلي. يبقى ده وريد اجوف علوي. ليه سميناه علوي؟ عشان موجود فوق. طب ليه ده سميناه سفلي؟ عشان موجود تحت، فسمينا ده علوي وده سفلي. يبقى احنا قلنا ثاني الطريق الدموي هيبدا بالشعيرات الدمويه داخل الخمله، وريد بابي كبدي كبد، وريد كبدي، وريد اجوف سفلي. ده كده الطريق الدموي. طيب يا دكتور قول لي الطريق الليمفاوي اللي هو الطريق بتاع الاوعيه الليمفاويه. بص يا سيدي الوعاء الليمفاوي الصغير ده هيودي على وعاء ليمفاوي اكبر منه، هيودي على وعاء ليمفاوي اكبر منه، هيودي على وعاء ليمفاوي اكبر منه لغايه ما يوصل للوريد الاجوف العلوي. فبدل بقى ما انت ما تقول وعاء ليمفاوي اكبر منه وعاء ليمفاوي اكبر منه وعاء ليمفاوي اكبر منه، بنريح دماغنا ونقول الوعاء الليمفاوي بالخمله اللي هو الوعاء ده او الوعاء اللبني بالخمله ايا كان بيودي على مين؟ بيودي على الجهاز الليمفاوي. يبقى الوعاء اللبني بالخمله او الوعاء الليمفاوي بالخمله
ممكن نقول عليه ليمفاوي وممكن هنقول عليه لبني عادي. فالوعاء الليمفاوي بالخمله هيودي على مين؟ هيودي على اسهل والكتاب بيسهلها لك، هيودي على الجهاز الليمفاوي. يبقى الوعاء اللبني بالخمله هيودي على مين؟ هيودي على الجهاز الليمفاوي، والجهاز الليمفاوي هيودي على الوريد الاجوف العلوي، والجهاز الليمفاوي هيودي على مين؟ الوريد الاجوف العلوي. يبقى احنا هنا الوعاء الليمفاوي بالخمله هيودي على الجهاز الليمفاوي، والجهاز الليمفاوي هيودي على الوريد الاجوف العلوي. ركز معايا واحده واحده بقى، وإياك ان تنسى ولا الطريق الدموي ولا تنسى الطريق الليمفاوي. والله الطريق الدموي بيناه منين؟ من الشعيرات الدمويه بالخمله، بعد كده وريد بابي كبدي، بعد كده كبد، بعد كده وريد كبدي، بعد كده وريد اجوف سفلي. انما الطريق الليمفاوي بدا بالاوعيه الليمفاويه داخل الخمله، بعد كده ودينا على الجهاز الليمفاوي، بعد كده ودينا اخر حاجه على الوريد الاجوف العلوي. افتكر معايا كده احنا كنا عايزين نعمل ايه من السبوره دي؟ والله يا دكتور السبوره دي كنا عايزين نعمل فيها عمليه الامتصاص. ايه يا دكتور عمليه الامتصاص؟ هتقول لي والله هي عبور المواد الغذائيه من الامعاء الدقيقه الى الدم. طبعا دي هي المواد الغذائيه اللي احنا قلنا عليها. فقلنا يا شباب هو ايه اصلا اللي موجود في الامعاء الدقيقه عشان تقدر انها تعمل عمليه الامتصاص؟ قلنا والله لما جينا نكبر حته من الامعاء الدقيقه تحت الميكروسكوب لانها بتتكون من مجموعه من الانسانات دي سميناها الخملات. فلما جينا نكبر خمله من الخملات لقينا الخمله دي بتحتوي على طبقه طلائيه. طيب يعني ايه طبقه طلائيه؟ يعني بتطلو الخمله. طيب يا دكتور انا دلوقتي عندي لسه السؤال موجود، هو يا دكتور ايه اللي موجود برضو في الخملات تخليها انها تقدر تعمل عمليه الامتصاص؟ يعني ايه يا دكتور عمليه الامتصاص؟ يعني مرور المواد الغذائيه من الخمله الى الشعيرات الدمويه. هتقول لي والله لقينا في الخمله مجموعه من الشعيرات الدمويه. مجموعه من ايه؟ من الشعيرات الدمويه. الشعيرات الدمويه بتعمل امتصاص للمواد الغذائيه يا اما بالانتشار يا اما بالنقل النشط. طيب الطريق الدموي يا دكتور بيمشي فيه ايه؟ هتقولي والله الطريق الدموي بيمشي فيه كل حاجه ما عدا الاحماض الدهنيه والفيتامينات اللي بتدوب في الدهون. طب ليه يا دكتور الاحماض الدهنيه ما بتمديش في الدم؟ هتقولي والله عشان ما بتدوبش في الدم، فبالتالي ممكن انها تسد الشعيرات الدمويه ويحصل جلطه. فمن حكمه ربنا ان هو مشاها في الطريق الليمفاوي. وعرفنا الطريق الدموي وعرفنا الطريق الليمفاوي. محاضره النهارده لسه ما خلصتش على كده، بس هنمسح السبوره ونجي لكم في السبوره الجايه. بص يا شباب، وانا بمسح السبوره دلوقتي لقيت الامعاء الغليظه زعلانه قوي. وتلاقي ستي زعلانه ليه؟ قالت لي يا دكتور يعني انت اتكلمت عن الفم والبلعوم والمريء والمعده والامعاء الدقيقه والكبد والبنكرياس والغد اللعابيه، اتكلمت على كله وما اتكلمتش عني. قلت لها حاضر انا هتكلم عليك كلمتين ما تقلقيش. بص يا سيدي، بص يا شباب، بعد ما عملنا عمليه الامتصاص بقى عندنا شويه فضلات. يعني ايه فضلات؟ الجسم مش محتاجهم او مش محتاجين ان احنا نهضمهم او مواد مش بتتهضم فبنسميها فضلات. ففي اخر الامعاء الدقيقه هنا في شويه فضلات. الفضلات دي يا شباب موجود معاها شويه ميه وشويه املاح معدنيه. شويه ميه وشويه ايه؟ شويه ميه وشويه املاح معدنيه. يبقى احنا هنا عندنا الفضلات فيها شويه ميه وفيها شويه املاح معدنيه، وطبعا دي فضلات. طبعا الفضلات دي ايه؟ محتاجه انها تخرج او تطرد بره الجسم. فالفضلات دي بسم الله الرحمن الرحيم داخله الامعاء الغليظه. لقيت الامعاء الغليظه يا شباب فيها شويه تحززات. فيها شويه ايه؟ تحززات. يعني ايه يا دكتور تحززات؟ الشكل ده كده بنسميه تحززات. بنسميه ايه؟ تحززات. حز يعني بنسميه ايه؟ تحززات. زي حز الموبايل، حز مش عارف ايه، تحززات. تمام. ولقينا برضو في الامعاء الغليظه شويه بكتيريا. ايوه يا دكتور البكتيريا دي بتعمل ايه؟ قال لك البكتيريا دي بتعمل على تعفن الفضلات. لقينا البكتيريا دي بتعمل على ايه؟ تعفن الفضلات. اخر حاجه يا شباب لقينا جنب فتحه الشرج كده موجود عضلتين عاصرتين. عضلتين ايه؟ عضلتين عاصرتين. واحده واحده كده الفضلات بالميه بالاملاح المعدنيه راحوا داخلين هنا داخل الامعاء الغليظه. ايه اللي حصل فيهم يا دكتور؟ اول ما دخلوا داخل الامعاء الغليظه حصل اعاده امتصاص للماء والاملاح المعدنيه. يعني ايه يا دكتور حصل اعاده امتصاص للماء والاملاح؟ ازاي يعني حصل اعاده امتصاص الماء والاملاح المعدنيه؟ قال لك يا شباب التحززات دي بتروح عصره الفضلات. عارف انت لما تكونوا بتمسحوا وتيجي تعصروا مثلا الحته اللي انتوا بتمسحوا بيها، بتعصروا الحته فالميه بتنزل صح؟ فنفس الموضوع التحززات دي عصرت الفضلات فصفتها من الميه والاملاح المعدنيه، فبالتالي بنقدر ان احنا نستفيد تاني من الميه والاملاح المعدنيه ونعيد امتصاصهم الى الجسم. طيب بعد يا دكتور ما الفضلات اتعصرت من الماء والاملاح المعدنيه خلاص بقت فضلات بس فضلات صلبه. الفضلات الصلبه دي بتكمل بتلاقي البكتيريا بتحولها لفضلات متعفنه، يعني حاجه متعفنه. بعد كده الفضلات بتوصل هنا لغايه فتحه الشرج. فلو انت مثلا دخلت التواليت بتبدا العضلات دي ترتخي عشان البراز ينزل.
لو يعني مش موجود في التواليت فانت بتحبسها. عدي الحته دي، عدي الحته دي حته الامعاء الدقيقه. واحده واحده بقى يا دكتور، اخر حاجه هنتكلم عنها هي التمثيل الغذائي. يعني ايه يا دكتور تمثيل غذائي؟ يعني الجسم يقدر ان هو يستفيد من الغذاء اللي هو اكله. يعني ايه تمثيل غذائي؟ يعني الجسم يقدر ان هو يستفيد من الغذاء اللي هو اكله. مش احنا دلوقتي عملنا عمليه هضم وعملنا عمليه امتصاص وعملنا عمليه توزيع الاكل ده على الجسم؟ دلوقتي الجسم محتاج ان هو يعمل عمليه تمثيل غذائي. يعني ايه تمثيل غذائي؟ يعني يقدر ان هو يستفيد من الاكل اللي هو لسه عامل له امتصاص ده. فالتمثيل الغذائي يا شباب بيتقسم عندنا الى عمليه بناء وكمان عمليه هدم. يبقى التمثيل الغذائي بيتقسم الى عمليه بناء وعمليه هدم. يعني ايه يا دكتور عمليه بناء؟ والله يا دكتور اللي انا اعرفه عن البناء ان احنا بنبني البيت من شويه طوب. صح؟ مش احنا بنبني البيت من شويه طوب؟ طيب ركز معايا، هو احنا بنبني العضلات من ايه يا دكتور؟ والله يا دكتور بنبني العضلات من احماض امينيه، صح كده؟ بنبني العضلات من احماض امينيه. طب بنبني الدهون اللي موجوده في الكرش اللي هي بتكبر الكرش دي بنبنيها من ايه؟ والله يا دكتور بنبني الدهون من احماض دهنيه. جميل، برافو عليك. طب احنا بنبني مثلا الجليكوجين اللي موجود مثلا في الكبد والعضلات بنبنيه من ايه؟ والله يا دكتور بنبني الجليكوجين من مجموعه من سكريات الجلوكوز، اللي هو يعني مجموعه من السكريات الاحاديه. هي دي يا عم عمليه البناء. عمليه البناء هي بناء مواد بسيطه الى مواد معقده. بنحول الاحماض الدهنيه الى عضلات. بناء مواد بسيطه الى مواد معقده، تحويل مواد بسيطه الى مواد معقده. هي دي عمليه البناء. بحول مثلا الاحماض الامينيه لعضلات، بحول الاحماض الدهنيه لمجموعه من الدهون تتخزن مثلا في البطن مثلا، بحول الجلوكوز الى جليكوزين بيتخزنوا في الكبد والعضلات. هي دي عمليه البناء. طيب يا دكتور دي عمليه البناء. يعني ايه بقى يا دكتور عمليه الهدم؟ قال لك عمليه الهدم يعني احنا مثلا نيجي نكسر سكر الجلوكوز عشان نحصل منه على طاقه، اللي هو تفاعل الحصول على طاقه. احنا بنكسر او بنأكسد سكر الجلوكوز. يعني ايه بنأكسد سكر الجلوكوز؟ يعني بنكسر الروابط اللي داخل سكر الجلوكوز عشان نبدا ان احنا نحصل منه على طاقه. هي دي عمليه الهدم. فعمليه البناء يا شباب هي تحويل مواد بسيطه الى مواد معقده. بنحول الاحماض الامينيه لعضلات، بنحول الاحماض الدهنيه لدهون، بنحول السكريات الاحاديه لجليكوجين. وعمليه الهدم هو تكسير مثلا الجلوكوز عشان نحصل منه على طاقه. هي دي يا شباب حصتنا النهارده. اتكلمنا النهارده عن الامتصاص، واتكلمنا عن خروج الفضلات، واتكلمنا عن التمثيل الغذائي. فيا ريت تذاكر اول باول ما تضيعش وقت. واعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من صحابك، وافتكر ان ده على خير فاعله. ويلا اشوفكم فيديو جديد.